يعني لو كان حد مثلا بيتقال له وهو صغير انت فاشل، فيبتدي يتحول لايه؟ شخص ناجح جدا مثلا، اوفر اتشيفر. طب استنى بقى، ده انا هبهرك، طب استنى بقى، ده انا هنجح اكتر، لا استنى بقى، ده انا مش عارفه ايه. هو مبسوط؟ لا، هو بيجري. بيجري ومش بيمتن لاي حاجه في دنيته، عشان هو بيجري من الفشل. هو مش رايح ناحيه النجاح، هو خايف يتقال عليه فاشل، هو خايف ان هو يوصل، او خايف من اللقب اللي اتقال له في وقت من الاوقات. وممكن حد تاني يتقال له كده فيفضل مصدق ان هو فاشل ويقلل من اي حاجه بيعملها في دنيته. لا يمكن لأحد أن يشعرك بالنقص إلا بموافقتك أنت. أنا فاطمة وده بودكاست زي الريشة، وحلقة النهاردة هتكون عن التقبل. إزاي تتقبل نفسك؟ ليل ونهار بنسمع عن حب الذات، إزاي تحب نفسك زي ما أنت وتتقبلها زي ما هي، لكن على قد ما بنسمع الكلام وبنقعد نكرره إلا إننا مش بنكون مستوعبينه بشكل عميق. فبعيداً عن التنمية البشرية، النهاردة هنسمع رأي دكتورة كينان بولن، أخصائية الصحة النفسية. هتشاركنا بتجاربها وبعض أفكارها بخصوص فكرة التقبل. ما تنسوش تعملوا شير لو الحلقة عجبتكم، وكمان تعملوا سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تقدروا تختاروا ضيوف وأبطال الحلقات الجاية، أو تكونوا انتم أبطالها لو عندكم قصص عايزين انها تتسمع. دكتور باكينان، هل بتشوفي نفسك جميلة؟ طبعا. ايه الثقة دي بقى؟ هو مش قصة، هقولك حاجة، هي القصة يعني ايه جميلة بالظبط، يعني ايه جميلة؟ هو حد في وقت من الأوقات ممكن يكون جاله فكرة إني الجمال ده أنت لون شعرك إيه، لون عينيك إيه، جسمك شكله إيه، بالورقة والقلم. الجمال طبعا ده مقاييس ومقاييس واسعة جدا جدا. بس لو أنا دلوقتي ابتديت إن أنا أقول طب أنا جميلة دي يعني أنا أشبه كذا، ولا أنا أشبه مين، ولا أنا شكلي إيه، ولا أنا عينيا شكلها إيه، لا هو أنا في الآخر أنا شايفة نفسي إني أنا جميلة قدام نفسي. يعني إيه جميلة قدام نفسي؟ يعني أنا قبل نفسي، قبل إن أنا مستوى جمالي إيه، قبل إني أنا الكاريزما بتاعتي إيه، طريقتي إيه، طريقة كلامي إيه. فأنا جميلة، أنا إنسانة جميلة in general، مش شكلا بس. فأنت وأنت بتقولي جميلة أنت ما حددتيش عندها العيب يعني. أنت وأنت بتقولي أنت شايفة نفسك جميلة، أنا شايفة نفسي إن أنا إنسانة جميلة، الحمد لله الحمد لله. طيب السلام النفسي ده عشان حضرتك دكتورة نفسية، ولا دي experience حياة، خدتي تجارب في حياتك مختلفة، كان عندك أفكار غير دي بعدين تبنيتي هذه الأفكار؟ طبعا طبعا. بصي، مفيش حد فينا بيتولد دكتور نفسي، هو احنا كلنا بنطلع للدنيا دي بنتحط في بيوت بتتعامل فيها ازاي وبنتعلم منها ايه وبيوصل لنا منها ايه. فطبعا لا، ده انا بقالي 11 سنه تقريبا عشان اوصل للسلام النفسي اللي انت بتقولي عليه. فانا زمان مثلا كان وقت من الاوقات كانت ضحكتي كنت بتكسف منها وابتدي اضحك اعمل كده اهو. معقولة؟ فعلا كنت حاسه ان هو ايه ده I'm shamed، او انا مكسوفه من اللثه اللي طالعه دي. وكان فعلا قعدت سنين تين ايجر، عارفه انت اول ما بتبتدي تركزي مع شكلك ومنظرك ومش عارف ايه، عشان سمعت ريمارك من حد قريب مني جدا جدا جدا، قال لي انت ايه ده، انت عندك ضب زي مش عارفه مين. فتقال لك ضب، خبر اسود، ايه الضب ده؟ هي اسمها ابتسامة لثوية عادي، يعني انت ممكن تبقى اشيك شوية. يعني عارفه تحسي انه لا دي وحشه. فيبقى ايه ده، لا انا الطريقه اللي اتقالت لي بيها وانا صغيره وما عنديش ادراك اترجمت عندي ان دي حاجه وحشه. فابتديت ان انا اتعامل معاها انها حاجه وحشه، وابتديت اني انا مش حاجه وحشه وبس، لا دي حاجه وحشه لازم تستخبى. ففي وقت كتير من دنيتي انا لقيت نفسي ان انا وانا بضحك، انا وبالذات بقى لو في ولاد، عارفه بقى سن 15 سنه كده، عشان قبل كده تقريبا ما كنتش عارفه ان في ولاد في الدنيا. كنت دخلت نشاط اجتماعي كده اللي عرفت انه ايه ده، لا في ولاد ولازم نتعرف عليهم ونتعامل معاهم وحاجات كده. فكان اول ما يبقى في الانتوراج في المحيط اللي حوالينا في ولاد ابتدي اضحك اعمل كده. فلغايه ما جالي كومنت من شخصيتين، واحده بنوته انا بحبها جدا جدا جدا، كانت معايا في النشاط ده وقالت لي باكي هو انت ليه وانت بتضحكي بتحطي ايدك على بقك؟ اولا خلتني اخد بالي ان انا بعمل كده، اني اكشن ما كنتش واخده بالي. انت عارفه لما تعملي حاجه سبونتينيوس، عارفه انت البنت اللي تبقى مكسوفه من انوثتها فتبقى ماشيه على طول عامله كده او متنيه لقدام، فانا اكشن ما كنتش واخده بالي ان انا اصلا بعمل كده. فهي نورت لي الادراك، وابتديت اكويشن ماي سيلف، وانا بعمل كده ليه؟ عشان انا مكسوفه من اللقطه دي.
بس ما كانتش كافيه بالنسبه لي، هي بس نورت لي ان انا بعمل كده. بعد كده كان في شاب كده كان شاف عندنا يعني، فهو خد باله ان انا بضحك في وسط الناس عادي، ومره وهو اول ما ابتدى يجي يضحك قدامي بقيت اضحك عامل كده، فلقيته بيقول لي على فكره انت ضحكتك حلوه قوي يا ابن لذينه يا ابن لذينه. فبجد عارفه لما تحسي انه ايه ده، هو انت يمكن تكون الفكره اللي اتصدرت لك دي فكره خاطئه، فسبحان الله تلف الايام يا فاطمه والاحداث والدنيا وتبتدي تتعلق لك انه ايه ده انت ضحكتك احلى حاجه فيكي، ايه ده ضحكتك بتنور وشك، ايه ده ضحكتك، ايه ده بجد يا جماعه، ده انا والله ده انا كنت مخبيها. فقيسي على كده حاجات كتير قوي في دنيتنا احنا كنا بنبقى واخدينها مسلمات عشان جات لنا من ناس قريبه منا جدا جدا، فخدناها خلاص حقيقه، وده مش حقيقي. هو اكيد في ناس كتير قوي بتجيلك في العياده بتشتكي بالذات من الشكوى دي. ايوه. فتفتكري يعني ازاي هم يوصلوا للسلام ده؟ يعني اعتقد حضرتك اكيد مريتي بنقط تحول كتير في حياتك اوكي. خلتك توصلي لمرحله ما من الهدوء النفسي وتقبل الذات. جميل. طيب بصي، هو تقريبا احنا دلوقتي لو خدناها بالترتيب كده، هو اللي بيجي بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من النتيجه، وبيبقى متضايقين مني جدا لما ابتدي اقعد ادعبس كده في التشايلد هود، بيبتدوا انت مالك يا حاجه، يعني ما احنا جايين نقول لك مثلا اصلي انا مش بنام، اصلي انا عندي بروجكت ومش عارفه اخلصه، اصلي انا في علاقتي ببقى خايفه مش عارفه ايه، اصلي انا اي حاجه في الكومبلين بتاع هير اند ناو او دلوقتي. بس اكشلي احنا بنيجي للدنيا ديت ورقه بيضاء، مين بيكتب فيها؟ المحيطين. على فكره نو اوفنس، احنا في الاخر انا عمري ما بقول حد غلط، حد وحش، حد اساء لينا، حد، هو في الاخر كل واحد عطى للتاني معلوماته، تربيته، شخصيته اللي كان شايف ان هي كويسه، او اللي كان شايف انه بيخدموا بيها. يعني انا دلوقتي اي اب وام في الدنيا دي كلها هم فاكرين ان هم بيعملوا احسن ما يستطيعوا لاولادهم، وده حقيقي. اوكي، انا ام قبل ما اكون دكتوره، فلو بنتي جت في وقت من الاوقات تقول لي لا اصلي لا، انا هبقى حاسه انه ايه ده، لا انا كنت قصدي ان انا بحبك، انا قصدي اني اساعدك، انا قصدي اشجعك. فاللي طالع من الكير جيفر حاجه، او من الاهالي، من المحيطين بينا، من المدرسين، من عارفه اللي في اول حياتنا حاجه، واللي بيوصل للاطفال حاجه تانية. طب اللي بيطلع منهم عاده ايه؟ في كده على طول لما بيجوا لي في العياده بعمل لهم رسمه عباره عن مثلث مسنود على كورتين، وبقول لهم المثلث ده لو اتشالت من تحته الكورتين هيقع، هيدش. ايه الكورتين؟ الكورتين، طب خلينا في المثلث الاول. قولي المثلث. المثلث ده اللي احنا فاكرين ان هي دي قيمتنا، شكلنا، لبسنا، فلوسنا، جسمنا، عيلتنا، شغلنا، رياضتنا، علاقاتنا، صحابنا. هي الحاجات دي مهمه صح؟ اكيد. ايه هو ايه الكومن اللي فيها؟ ايه الكومن اسمه ايه؟ الحاجه الشائعه ما بينهم يعني الثابت اللي ما بينهم ايه؟ انا لا، هو طبعا انا، بس هم كلهم متغيرين. فانا لو انا اعتمدت النهارده ان انا دكتوره بقى وشغلي هو اللي عامل لي قيمه، ايام كورونا انا كان قعدت في البيت فانا ماليش قيمه. طب لو انا قلت شكلي انا وانا عندي 18 سنه غير لو انا عندي 20 سنه، غير لو انا عندي 30 سنه، غير دلوقتي داخله 48 ورايحه ناحيه ال 50 ما شاء الله. طب يبقى هبتدي اعمل ايه؟ ابتدي اشد، ابتدي احس ان انا ايه ده، انا في خطر. طب اللي قيمته من فلوسه، انا معايا فلوس انا مطمنه، انا معيش فلوس انا مشدوده. وقيسي على كده يا فاطمه كل الحاجات اللي انا قلت فيها. طيب هل يا ترى ده معناها ان احنا ما نسعاش في ده؟ لا، نسعى في ده، بس احنا راس مالنا الحقيقي ايه؟ الكورتين اللي هم unconditional core worth والunconditional love، الحب الغير المشروط والقيمه الذاتيه الغير مشروطه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ القيمه الذاتيه الغير مشروطه دي صفاتك. احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده الناس بقت مشغوله بايه؟ مين عمل ايه ومين ما عملش ايه، مين لبس ايه ومين اتصور فين ومين صيف فين ومين نجح في ايه ومين مش. احنا زمان كنا بنقول ان الحياه جورني، الرحله ديت انت بتعيشيها وبتكسبي ثواب وبتعملي رساله وبتبقي كويسه، وكل الاديان نصت على الرحمه والمحبه والاخلاق صح. الحدوته ابتدت تتحول من جورني لكومبيتيشن، لمنافسه،
لصراع، لماراثون ملهوش نهايه. ناس طول الوقت بتجري، ايه ده؟ لا انا عايزه ابقى زي دي، لا انا عايزه ابقى زي ده، لا انا اشمعنى ده، طب ليه دي، طب كل ده خلينا ان احنا نعمل ايه؟ نشتغل بالناس اللي حوالينا عن نفسنا، وتبتدي هي اللي تحدد لنا قيمتنا. مع ان احنا ربنا كل واحد ربنا منحه شويه هدايا كده، شويه صفات، شويه بوتنشال، شويه مهارات، شويه حاجات مميز فيها. بس احنا من كتر ما احنا ابتدينا نشتغل بالناس، احنا سيبنا كل ده وابتدينا نتشغل بحته انه طيب انا لو عملت ده هبقى مبسوط، انا لو لبست زي دي هبقى مبسوط. طب نرجع بقى للاصل، انه طب انا ايه الاصل عندي، او انا ايه الكواليفيكيشن اللي عندي، انا ايه مهاراتي، انا ايه الصفات المميزه اللي فيا. دي القيمه الذاتيه الغير مشروطه اللي 90% تقريبا من الناس لما بس اسالهم السؤال ده يقولوا لي معرفش، انا ما عنديش حاجه مميزه، ما عنديش حاجه مميزه، انا لا ما فيش، لا ما اعرفش، لا انا كده هبقى مغرور. انه لو ابتديت اشكر في نفسي وابتديت ان انا اقول ان انا عندي وعندي وعندي وعندي، انا كده مغرور. لا، انت كانك بتعدد المنح اللي ربنا عطاها لك، بس بتطمنك انك انت ده راس مالك اللي هتستخدمه. يعني انا عندي راس مال هستخدمه في الطب فهبقى دكتوره كويسه، هستخدمه مع صحابي فهبقى صديقه كويسه، هستخدمه مع ولادي فهبقى ام كويسه. بس وانا بستخدمه انا هنا مطمنه اني انا بني ادمه قيمه. اوكي طيب، فدي اول حاجه احنا كتير ناس ما بتسعاش ليها خالص. هي واخده شويه مفاهيم عن نفسها من وهي صغيره، ابتدت تعمل ايه فيها، يا اما تجري منها فتروح للاكستريم خالص. يعني لو كان حد مثلا بيتقال له وهو صغير انت فاشل، فيبتدي يتحول لايه؟ شخص ناجح جدا مثلا، اوفر اتشيفر. طب استنى بقى ده انا هبهرك، طب استنى بقى ده انا هنجح اكتر، لا استنى بقى ده انا مش عارفه ايه. هو مبسوط؟ لا هو بيجري، خالص بيجري، ومش بيمتن لاي حاجه في دنيته، عشان هو بيجري من الفشل. هو مش رايح ناحيه النجاح، هو خايف يتقال عليه فاشل، هو خايف ان هو يوصل، او خايف من اللقب اللي اتقال له في وقت من الاوقات. وممكن حد تاني يتقال له كده فيفضل مصدق ان هو فاشل ويقلل من اي حاجه بيعملها في دنيته. اوكي طب دي اول كوره. طب تاني كوره، احنا كتير جدا 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 بنتعامل مع الناس اللي قدامنا احسن بكتير ما بنتعامل مع نفسنا. فانت مثلا تلاقي انك انت بتنقي هتقولي ايه لصاحبتك، لحسن صاحبتك تتضايق، ايه ده، لا انت هتفضلها وقت معين عشان تنزلي معاها، لا ده انت لما تيجي تخش بروجكت ولا تيجي تعملي حاجه تشجعيها وتقفي جنبها وتعملي لها سبورت. تيجي بقى عند نفسك تقولي لها اسوأ حاجه، وده اكتر خطأ، مش اكتر خطأ، اكتر عائق قدامنا او عندنا قدام السلف اكسبتنس او قدام قبولك لنفسك. انت بتكلميها تقولي لها ايه؟ هو ده الحب الغير مشروط اللي حضرتك تقصديه، الحب غير مشروط لنفسك. أيوة. انت ابتدي انا اتعامل معاها زي ما بالظبط بتعامل مع حد انا بحبه. فانا اولى، مش انا اولى ان انا بحب نفسي وبس، او انا ابقى انانيه، او انا لا خالص، بس ابقى رحيمه بنفسي، ابقى حنينه عليها، ابقى واحده واحده. قصه السلخ والضرب والاهانه والتحقير، اني انا طول الوقت بقلل منها، انا طول الوقت بشككها في نفسها، انا طول الوقت، مع اني اكشلي الصوت ده مش هدفه كده خالص. الصوت ده هو جاي لنا من فين؟ جاي لنا من الطفوله الصغيره خالص، من واحنا صغيرين، من early childhood، من واحنا اطفال. هو جاي لنا عشان خاطر ايه؟ عشان تحمينا. فاحنا هدف الكلام ده في وضع في حد ذاته او في الاصل هو عشان يحمينا، مش عشان يوجعنا، مش عشان يعطلنا، مش عشان يضايقنا. هو الانر كريتيك ده او السلف توك ده او الكلام الداخلي اللي جوانا، احنا دوره في دنيتنا انه يحمينا. طب لو انا ابتديت اتعامل معاه انه كده، انه هو مش اذى، هيبقى احسن؟ ولا انا طول الوقت يا اما سايباله نفسي يا اما بسكته يا اما بهرب منه؟ انت الكومن الناس بتعمل ايه؟ تسمعي كلمه اني انا ما بقاش عايزه اقعد مع نفسي. بالتاكيد. اوكي، ويبقى حته الوحده بالنسبه لهم، انا ممكن ابقى في علاقه مع حد يعني بيستغلني او بيوجعني او بيهني، او بس في الاخر انا خايفه ابقى لوحدي، عشان لما بقعد لوحدي بيحصل ايه؟ بتجيلي الافكار الوحش بقى.
هي الفكرة كمان إنه في ناس كتير بتلجأ إنها تسمع الكلام الحلو من برّه، اوكي. يعني هي نفسها مش بتصدّق نفسها لمّا تحاول تشجّع نفسها مش بتعرف، اوكي. فدايمًا بتلجأ لأصدقائها أو الpartner بتاعها أو عيلتها إنها تسمع منهم الكلام ده، فلمّا مش بتلاقي الكلام ده خلاص بتفقد الثقة في نفسها تمامًا. طب هو الاساس ان احنا اول ما بنتولد احنا محتاجين ده من اللي حوالينا، فلما ما مش بيوصل لنا او مش بيوصل لنا بدرجه كافيه، احنا بنشكك ان احنا اللي مش كويسين، الغلطه فينا احنا we are not good enough. انا بمشي بيافطه كده، انا لا استحق، او انا غير جديره، او انا مش فارقه، او انا مش مهمه. كل ده احنا بنوصل له بطريقه واعيه ولا غير واعيه؟ غير واعية. غير واعيه. اوكي. المشكله بس الحاجات اللي احنا بنوصل لها احنا بنكمل فيها لغايه ما نبتدي نقف كده ونبتدي نشوف الافكار دي مش نجري منها. طب انت قلتي يا فاطمه ان احنا ما ده لو ما جاليش بطريقه مرضيه من المصدر الاساسي، انا هبتدي اعمل ايه؟ اكشلي احنا بنلجا او يعني البني ادم برضو بطريقه غير واعيه بيقرر قرارين، حاجه من القرارين، يا اما انه على فكره المشاعر والحاجات دي ملهاش لازمه، انا مش محتاج حد خالص، ويبتدي يمشي في الدنيا دي. عارفه انت الشخصيه المتحجره اللي هو ممكن يبقى اجريسيف مع البني ادمين، او مش فارق له حد، او خلاص انا مش عايز، انا مش مستني حاجه. يا اما يروح للاكستريم بتاع انه طب ايه، انا قولي لي طمنيني، قولي لي طمنيني، فيبقى صحيح. الشخصيه المتعلقه جامد. أي حاجة عشان يتجنب الألم. ايوه، فيا اما يعملها بلوك، يا اما ان هو عايز يسمعها يسمعها يسمعها، بس هو في الاساس هو عايز يطمن، هو عنده الم. فاحنا احدى الحاجات اللي احنا بنتعلمها في الدنيا دي اني انا بقبل المي، مش بهرب منه، بحسه، بسمح بيه. اني الناس بتبقى انا عايزه الهي نفسي الهي نفسي الهي نفسي طول اليوم عشان ما احسش بالالم ده، او انا عايزه اعمل ايه عشان خاطر يمكن ده اللي يبسطني ويمكن يساعدني. بس في الاخر انت بتجري من وحش. عارفه الوحش الكرتون بيبقى عامل زي البتاع الابيض ده اللي بيقعد يكبر ويبقى بيجري ورا العيل الصغير، هو اكشلي ده بالظبط. لما بتكوني بتجري من افكارك او من حاجات وجعاكي، فاحنا ساعات بنقول لا لف وبص له، هتكتشف ان هو ده وهم، ده جوست. عارفه ما هو مش بيبقى كانها حاجه وهميه، هو بيجري منها وبيكبر كده، وفي الاخر بيكتشف ان هي دي اصلا مش موجوده. بس المواجهة دي ممكن يبقى بعدها انهيار. طبعا في ناس ما عندهاش رفاهية الانهيار. احنا برضو في زحمة الوقت وزحمة الشغل واللايف ستايل بتاع حياة كتير من الناس بقى صعب جدا، هيفي. اكشلي هو ده بالظبط اللي حاصل في الدنيا اليومين دول. عشان كده انت لو شفتي نسبه الاكتئاب ونسبه امراض القلق ازاي زادت بطريقه رهيبه، ان الناس طول الوقت بتجري، الناس طول الوقت بتاخد حتى الكونكشن بتاعتها والمعلومات بتاعتها من السوشيال ميديا. فتلاقي نفسك انه ايه ده، انا عايزه ابقى زي فلان. انت شوفي لو مثلا انت ابتديتي السيشن البرنامج بايه، انه سيشن، بصي الموضوع قلب جلسه نفسيه جدا. فابتديتي كلامك بحته انت جميله، وانا رديت بمنتهى التلقائيه. طب لو انا كنت وقفت ثانيه وابتديت اقول ايه ده، هي قصدها اني انا شكلا، طب هو انا يعني شكلا كويسه، طب ايه ده، هو انا ما ينفعش اقول عن نفسي حلوه، طب وانا حلوه يعني ايه، يعني انا اشبه لمين ولا اشبه لمين. اني فكره السوشيال ميديا والانستجرام وفيسبوك وكل الحاجات اللي انا دول بس اللي اعرفهم، بس انا كنت عارفه ان في حاجات كتير اكتر من كده. هو اللي انا اعرفه ان حضرتك عازله نفسك، يعني مالكيش مثلا بيج على الفيسبوك، ما عنديش اي حاجه، حتى ما فيش، يعني انت بتكونكتي دايركتلي مع البيشنت بتوعك، ما فيش سكرتيره او اسيستنت معاكي تظبط لك المواعيد. انا طول which is الناس حاجة قاعده برضو واخديني يعني ما اقولكيش مقلسه على الموضوع ده. بصي انا مش عازله نفسي على السوشيال ميديا، بس انا بختار انه انا اتفرج على ايه، لسبب بسيط، اني فعلا السوشيال ميديا بقت عامله زي البير. انا لو دخلت فيه، وده اللي بيحصل، انه الناس كتير بتدخل فيه، تبتدي مقاييس الجمال عندهم، ومقاييس الجسم عندهم، ومقاييس الشياكه عندهم، ومقاييس النجاح عندهم من الصوره اللي متصدره في السوشيال ميديا. انا كتير جدا بيجولي الكلاينتس ديت انا عارفه اني مثلا حدوتتها او حدوته الكابلز ديت شكلها ايه، وادور الاقي انه ايه ده، في السوشيال ميديا هم ظاهرين بشكل مختلف كاني كمان. اوكي، او شكل الانسان اللي بيجي لي
ده في الناس الطبيعيين. انا ما قلتلكيش بقى نجوم واسمه ايه مشاهير وحاجات كده، انه لا ازاي انه مش عارفه الفلترز والحاجات ديت بتعمل افكت ابن لذينه او بتعمل نظره مختلفه. طب بلاش هم كده، انا مالي. هو انا دلوقتي لو انا قعدت اقول ان فلانه شعرها احلى مني وفلانه عينها احسن مني وفلانه جسمها احلى مني، هو ده هيغير فيا انا حاجه؟ لا. انا دلوقتي هتبقى نظرتي انا لنفسي ايه؟ انا مش طايقاني. طب انا هسأل حضرتك سؤال دلوقتي. لو انا جت في بالي فكرة بتاعت انا مش جميلة او انا لا استحق، يعني من وجهة نظرك اعمل ايه؟ يعني عايزة تيبس وتريكس بسيطة طيب. ممكن اي حد يعملها. انا عارفة انه التغيير بياخد وقت، وانه مفيش حلقة تنمية بشرية هتخلي الانسان ينصلح حاله فجأة او يبقى سعيد فجأة. طب هي الحدوته بس مش حدوته تنمية بشرية. اولا في ناس بقى عندهم ارتكارية من الجملة دي، مع اني مع كامل احترامي في ناس كويسة جدا 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 في المجال ده. الفكرة بس انه احنا هنعملها ازاي؟ هو القصة قصة الوعي والادراك قبل ما انمي. وانا هنمي ايه؟ مش انا المفروض ادرك الاول مشكلة فين وابقى عندي الوعي الكافي ليها، وبعد كده ابتدي ان انا اغيرها. وان انا اكون قادر ان انا اتحمل مرحله التغيير دي، لانها مؤلمه جدا. ده حقيقي مش سهله. ودي يعني انا بحترم اي حد عنده القدره والشجاعه ان يقول لا انا هقف وهلف للوحش. مش احنا قلنا وحش؟ ما الوحش ده مخوفني، فانا هلف للوحش وهتكلم معاه وهبتدي ان انا اشوف وانت جيت امتى. يعني ايه جيت امتى؟ يعني انت ظهرت في دنيتي امتى؟ انت قلتي لي عايزه تبقى تريبس ايه؟ تيبس اند تريكس. ما علينا مش مشكله، عايزه ده. طيب هو انا دلوقتي لو انا جات لي فكره، الفكره ديت انا مش عارفه مصدرها ايه، بس انا ماشيه وراها خلاص، انا مصدقاها ومكمله فيها. غير لما اعمل اكسرسيس كده اسمه رين RAIN. اوكي طبعا هنزل بالترجمه، انت عارفه ايه. اتفضلي فندم اتفضلي. الاب عشان ريكوجنايز يعني ايه؟ انت محتاجه الاول تركزي في افكارك ومشاعرك. ان الاصل كمان ان ممكن ما تكونيش واخده بالك انك انت بتقولي لنفسك انك انت ار نوت جود انف، او انك انت غير جديره، او انت غير كفء، او انت غير لا تستحقي. فانت محتاجه الاول تركزي في افكارك ومشاعرك. الايه؟ allow يعني اسمحي انه الافكار دي مؤلمه، يعني اسمحي للمشاعر اللي هي طالعه من الافكار دي ان هي تبقى موجوده. رين يبقى اي identify او investigate. ده اسمها investigate، يعني ايه؟ دوري بقى هو الفكره ديت هي جايه لك من امتى؟ هي جايه لك مثلا من مامتك، من باباكي، من مدرسه، من صحابك وانت صغيره، فدعبسي. اخر حاجه not identical او not identify. يعني ايه؟ ما تصدقيش انك انت، صدقي اني انا دلوقتي اللقب ده جالي في وقت من الاوقات، مش انه حقيقه. يعني انا كان بيتقال عليا انا متخلفه عقليا وانا صغيره. ايه ده؟ ايه التنمر الشديد الفظيع ده؟ لا مش ما كانش بيتقال عليا متخلفه عقليا. انا اول مره رحت عملت انترفيو في المدرسه بتاعتي، انا كنت بعكس الكلام. فالمدام اللي هي عملت لي انترفيو، هم دخلوني مدرسه عشان اختي فيها بس تربيه سويه، بس سالت مامي هي دي طبيعيه؟ هي بنتك طبيعيه؟ فهو الهزاره كان معظم الوقت على حته كانوا فاكرينك متخلفه عقليا. فسبحان الله الدنيا لفت، والحمد لله ربنا كرم، ومش عارفه الواحد دخل طب والحمد لله طلع منها يعني. فانا قصدي ان في وقت من الاوقات انا اترمى عليا اللقب ده كان ممكن يدخلني في حته خلاص انا ما عنديش اي بوتنشل. فالنقطه اللي وراها او بقى المرحله اللي وراها اني تمسكي الحاجه اللي هي عكس. انا دلوقتي اتقال عليا اني انا مثلا فاشله. طيب يا اما اصدق ده، يا اما اجري منه، يا اما ابتدي اثبت هو ايه اللي يقول اني انا مش فاشله. هو انا عملت ايه في دنيتي ممكن يقول ان انا مش فاشله. طب لو طبقنا ده على حته الجمال، بدل ما اقول انه ايه ده انا مش شبه فلانه ومش شبه علانه وشكلي مش عارفه ايه وجسمي مش احسن حاجه، انا ممكن ابتدي اقول ايه؟ انا عينيا عاجبني. انا عينيا يعني انا قلت لك ايه؟ انا ضحكتي حلوه وايه ده وانا فخوره بيها. وانا حاسه انا ممكن ما اقولش اني انا الله اصلا انا قمر، بس انا اقول انه الله انا عينيا اتراكتيف. فاهمه قصدي يا فاطمه؟ اركز يعني على ميزه فيا، ركزي واديها الباور ده،
وقولي انك انت او امني نفسك بيها ان دي عجباكي. اوكي، ده باي ستبس. انا مش بقول ان انا مش قصير قصة في فيلم قديم مش عارفه تعرفيه ولا لا، عارفاه. مش قصير قصة على طويل وهبه. لا، انا ما بقولش ان انا طويل وهبه، انا عن نفسي قصيره، وقبل ان انا ابقى قصيره، والقصر ده ليه ميزه على فكره، انا بتحط في اي ستريت بنات يعني بتبقى بس انا قصيره بس انا عندي مميزات، بس قصدك عندي كده مميزات، فاهمه قصدي؟ غير لا ايه ده، انا مش عايزه حد يقول عليا ان انا قصيره، او انا هلبس طالون عشان ارفض قصري فابتدي امشي اسمه ايه دورين وابقى ماشيه مش احسن حاجه. لا، هو انا هقبل ان انا قصيره، وانا قصيره انه الله ده مميزاته كده، سني مش بيبان عليه قوي، ايه ده الله انا ممكن ابقى اخف في الحركه، ايه ده. غير كده في الجمال، عشان نرجع تاني للتم او فكره انه ازاي مشكله بنات كتير انا جميله ولا مش جميله، انا جمالي مرضي، يعني ان هو ده بالنسبه لاي راجل. طب اكشلي يا جماعه الجمال ده واسع، اللي بيحب القصيره وبيحب الطويله وبيحب التخينه وبيحب الرفيعه وبيحب البيضه وبيحب السمراء، هي واسعه. فانت فكرتك ان اول حاجه ان عينك ما تجيبش الاخر، عينك تجيب نفسك، عشان لو جابت الاخر هتعملي كومباريزون المقارنه، والمقارنه دي تملي بتبقى ضدك، انك انت هتقعدي تدوري في الدنيا ديت عاده على اللي احسن منك. اوكي، ايه ده بس دي اطول، لا دي جسمها احسن، لا دي، فانت معظم الوقت زي ما ابتدينا الحلقه واحنا قلنا ايه، مهدرين في الاخرين. غير لو انا ابتديت ان انا اشوف انه ايوه انا احسن حاجه فيا ايه، انا احسن حاجه عجباني في نفسي ايه، انا راضيه بالحاجات دي وهستخدمها. يعني ايه هستخدمها؟ مش هستخدمها، احنا قلنا ان هو فكره اني انا ابقى فرحانه بجمالي ودي تبقى الفاليو بتاعتي. طب ما هي بعد كده مش الممثلين، معظم مش ممثلين بس اكشن، في ناس كتير اللي بيبقى قيمتها في جمالها طول الوقت بتسعى بوتوكس فيلر ميك اب مش عارفه ايه، انا هفقد القيمه، فانا هبقى طول الوقت خايفه. واي حاجه في دنيتنا مبنيه على الخوف هي حاجه خاسره. دكتور باكينام، اشكرك. انا مبسوطه قوي انك معاكي. ميرسي دكتور.